أهلا بيكم معانا في مطبخنا بشكل جديد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل فيديوهاتي، وإن شاء الله إذا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير. هنعمل النهاردة مع بعض سلطة الفاصوليا البيضة. عايزة أقول لكم إن السلطة دي جميلة ومغذية وجديدة، ولو ولادنا ما بيحبوش الفاصوليا المطبوخة اللي هي بالصلصة، ممكن نغيرها لهم في حاجة تانية وإن شاء الله ياكلوها. دي نباتية 100%، وممكن كمان نحط عليها مثلا شرايح من اللحمة، قطع من الجبنة، بس دي نباتية ما فيهاش أي لحوم. المقادير عندي ده حوالي نص كوب من الفاصوليا البيضة. دي أنا غسلتها وبعد كده نقعتها حوالي 4 ساعات، وبعد كده سلقتها وبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده. وده حوالي كوباية من الخضرة، بقدونس وجرجير وشبت وكزبرة، أو نوع الخضرة اللي احنا بنحبه. دي طماطماية كبيرة، شايلة منها المية بتاعتها، اللحم بتاعها بس. ودي بصلاية متوسطة، ودي جزراية مبشورة متوسطة. ودول حوالي معلقتين من الزيتون مقطعاه شرايح، معلقتين كبار من الليمون، ودول حوالي معلقتين كبار من الزيت، زيت نباتي او زيت زيتون. التوابل عندي هنا اللي هتبل بيها السلطة بتاعتي دي نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الملح، حوالي برضو نص معلقة من السكر، وربع معلقة من الكركم، وربع معلقة من الكزبرة الناشفة، ودول برضو حوالي ربع معلقة من الفلفل الأسمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط التوابل بتاعتي، وطبعا الملح بتاعي مش محدد بحاجة زي ما احنا بنحب، لو عايزين ملح تاني بنحط. وهنحط الليمون، وهنحط الزيت بتاعي، وهنقلبهم كويس علشان نعمل الدريسنج بتاعي اللي هنتبل بيه السلطة بتاعتي. هندوق الملح بتاعي علشان لو محتاجين ملح تاني. فعلا محتاجين ملح كمان. واهم حاجة في السلطة دي الكمون، علشان احنا عارفين ان الفاصوليا بتعمل غازات. اول حاجة هنحطها هنحط البصل بتاعي، وهنقلبه كويس، وهنحط كمان الفاصوليا. ومش لازم نكتر يعني الفاصوليا زيادة في الوصفة، يعني نحط برضو الكمية المعقولة بحيث ان برضو الاولاد ما تزهقش. وده ده بروتين، يعني الفاصوليا دي بروتين نباتي، فحلوة جدا ومفيدة. هنحط الجزر والزيتون، وهنقلب. هنحط الخضرة بتاعتي، ابتدت الالوان بتاعتي تظهر وبقت لونها حلو جدا وجميل. وبعد كده هحط الطماطم بتاعتي، هقلبها كويس. ودي يفضل اللي هي تتعمل قبل ما نقدمها على السفرة بمثلا حوالي ساعة كده او نص ساعة، ونحطها
في التلاجة هي كلها بقى بتاخد من طعم بعضها وبتبقى طعمها جميل جدا وتغيير نوع من انواع السلطات. بس كده ما بقاش فاضل غير التقديم. وده شكل السلطة بتاعتي بعد ما قدمناها. سلطة الفاصوليا البيضة. عايزة اقول لكم سلطة سهلة وسريعة ومفيدة جدا لينا ولأطفالنا، فيها كمية حديد كويسة، ويا رب تجربوها وتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله.